ابدأ ابو خاطر. مجدي مستني ايه يا مجدي بس؟ والله كام ده؟ مين؟ ساسك؟ انا لسه ما شفتش اي حاجه ليه عشان اقول. طيب انت اول مره تيجي دي صح؟ لا الفرقه اول مره تيجي. طيب ما لسه بقى هنشوف نقلها ازاي، احنا مش من اول ضربه كده. اقول لك ليه؟ كلهم سنين صغار. الشطه والله ما شاطر. براحتك يلا. نلعبها جوه بدوي طلع جنب الكرة. ماشي يلا. وانت واقف ابد بس خدته. قول له اصل واخد زمان الشاحن. قول له بس خلينا في المضمون يا رجاله الاول. استلم ورا استلم ورا استلم ورا. العب على الارض. ماشي يلا تاني يا كابتن. تاني يا كوتش. بقول لك ايه بتاعتك شاب علي خد مسافتك الاول. خد مسافتك الاول. يلا ابو عليهم العب يلا. بندق قرب يا بندق خطوه بس. بندق بص اول تشوفه ايه كوتش دود عند الشنط عند اللاب. روح ابو. اطلع علي اللي وراك خلي بالك منه. ها
علي سيف. عامل ايه؟ كابتن شاذلي. خش يا علي، خش يا علي جوه، خش يا علي جوه، خش ما تستعجلش. الناس كلها تقف الاول يا بدوي، الناس كلها تقف الاول. زيزو ايوه فوق الناس. وراك يا علوة، خلي بالك ها، وراك يا علوة. جون خبطت فيه طلعت صعب في الجون. فلاش صورتها بس شفتها. لا جون هو ايه ده طلع الجول بدوي اتصورت ونزلت بس انا مش شايف السقطه فاهم قصدي؟ ايوه فاهم. عادي بس اهم حاجه اللقطات. لا يلا من هنا بتعمل بروموات وكده ولا؟ ريلز و يعني حاجات صغيرة. والله. طب عندك فكره لو انا عندي ماتيريال وعايز اذيعه، ماتيريال انا حصري، يعني انا عندي صلاح هو 14 سنه 15 سنه، لو انا ابتديت اذيعه ده حاجات زي كده دي تعمل لي مكاسب قد ايه؟ عندك فكره في القصه دي؟ الفكرة ان انا مش بيجيلي يعني كسوشيال ميديا بيني وبينك ما بيجيبليش مكاسب. انت عارف انا بتكلم على مين؟ خلي بالك محمد صلاح 14 15 سنه، مش انا اللي عندي الفيديوهات دي بس، مش عند حد. هو 14 15 سنه في المقاولين. طب بقول لك عندي فيديوهات ليك بتعرض عليها فلوس، بس انا بشوف انهي الاحسن، فاهم؟ لما حد ياخد منك الماتيريال. لا عندي حد، عندك حد بقى لو انا اعرف اسوقها كويس على اليوتيوب او انزلها الدقيقه بكام والدنيا تعمل ايه، انا عندي وقت كبير ليه، انا عندي 10 مباريات ليه وهو صغير، 10 مباريات كل ماتش بساعتين. ايوه يعني هطلع لي على الاقل اطلع لي ساعتين ثلاثه منه، الدقيقه بمبلغ وقدره طبعا، صح؟ طيب. بس انا كيوتيوب انا زي ما بقول لك انا ما عنديش علم المكاسب بتاعته ايه، لان انا بشتغل انستجرام وتيك توك وكده. ده ما بيجيبليش فلوس، بس بيجيب لي عملاء ساعات اللي هو ايه عايزين عندنا كذا عايزين نصور. ايوه انا فاهم ده شغل انت، لكن انا بكلمك لا، انت ما عنديش عندك حد علم من صحابك انت في الحوارات دي؟ يوتيوب لا الصراحه، بس اللي انا عارفه ان انت لازم تكون عامل يعني شايف عامل قناه والكلام ده. لا سيبك من القناه، ان انت بتكون منزل عدد فيديوهات بس حبيبي هي بتتحسب بالدقيقه. جول تاني اهو. هي بتتحسب بص هي بتتحسب بالدقيقه. انا عارف صحابي قالوا لي في ناس بقى عندها القدره ان تعمل الحاجات دي بطريقه معينه بدخله معينه. ايوه فانا ممكن انزل دقيقه وتعمل لي نسبه مشاهدات كذا مليون، خلاص؟ هي المليون ده بيتحسب بكذا. المليون بيتحسب بكذا، بس لازم عشان القناه بدل تبدا تجيب فلوس تكون الناس شغاله في فيديوهات عدد ساعات معين، يعني مثلا جبت 40 ساعه مشاهده، فاهم قصدي؟ ايوه عارف. يعني انا هتجيب يا مهاب. انا عارف ان انا الفيديو اللي بقوله لك ده هيجيب. انا لولا ليفربول قبل ما انا تواصلت مع ليفربول بعد ما عملوا له الفيلم، طلعوا من تجريك على نادي المقاولين وهو كبير ما جابوش وهو صغير، خلاص؟ قالوا لي لو انت كنت قبل ما نعمل الفيديو ده لو انت طلبت $1,000,000 كنا اديناه لك. فاهمني؟ ايوه وانا تواصلت مع ناس الماتيريال بتقيم ب1,500,000، فهمتني؟ انا بقى عايز اعرف الماتيريال دوت لو في القنوات هيعمل قد ايه، لو انا الدقيقه بالدقيقه هيعمل قد ايه، فاهم؟ ما عشان كده ما عنديش علم الصراحه مكاسب اليوتيوب ايه او بتاع، بس انا شايف لو انت
لان صلاح تواصل معاه وكيله كلموني خلي بالك، بس كانوا عايزين مبلغ قليل. انا صورت المنتخبات الوطنيه، انا سافرت مع لفيت العالم مع المنتخبات. اخر حاجه صلاح كان معايا لغايه كروش، انا معاه وهو صغير في المقاولين كنت بسجله، بس بالصدفه انا كنت صغير حد تاني وهو جه معايا، فاهم؟ فعندي مبارياته، هو هيموت عشان ياخدها، انا مش رجل، هو يعرف يسوقها كويس جدا خلي بالك. فودافون قالوا لي قعدت معاهم وقالوا لي مبلغ ما اقتنعتش بيه برضه. طب انت ليه ما تبيعش الفيديوهات دي باعلى مبلغ يجيلك ونفس الحاجات دي تنزلها عندك؟ لا ما هو عايزين ياخدوها حظر. اللي بيشتري هيمضيني، قال لي همضيك ان ما تروحش لحد تاني وما تبقاش معاك، ما تبقاش معانا الا احنا، فاهم؟ امال هديك فلوس ليه؟ عشان الفيديوهات نفسها. هي فيديوهات حصريه. انا معايا كواليس، هو بيلعب بلياردو هو احمد فتحي وتريكا، كنت معاهم في انجلترا في اولمبياد لندن. كنا بعد انت معاك حاجات ماشي يعني. كان اول سنه صلاح يروح انجلترا خلاص. معاهم بيلعبوا بينج هو وابو تريكه وصلاح واحمد فتحي واحمد الشناوي مع بعض اثنين ضد اثنين. بلياردو صلاح بيلعب، وهم نازلين واحنا في فرنسا، كان عندنا دوره في فرنسا، نازل هو في الشوبينج، صور هو في الشوبينج، كل الحاجات دي جايه معاه قبل هو يتشهر. دي كانت اول سفريه ليه خارج مصر، كان لسه بيلعب في بازل السويسري. ايوه ماشي. الحاجات اللي بقولها لك بتاعت المقاولين دي من وهو لسه انضم، لا هو انضم للمقاولين وهو عنده 15 سنه. بس خلاص فهمت. جمعت له حاجات، وهي انا مستني بقى ايه حاجه، كان للاسف ما حصلتش. كنت مستني اتنين من ليفربول لاي نادي تاني هيعمل له فيلم، اي نادي لو ما هو للاسف للاسف كده انا اتضايقت ان هو لان انا انديه قالت لي اول ما يجدد معايا انا عايزين عشان نعمل فيلم، لان هو هيروح مثلا هيروح اي نادي لازم يعملوا فيلم، فالحوار سنه اكيد هيروح. خلي بالك بس هو سنه خلاص وهيبقى بس هو خلص مش هيعتزل. لا انا عارف اي فرقه هتجيبه صغير، بس هو مضى سنتين او ثلاثه في الليفر، كان شرط يقول له مضى 2 أو 3. بس انا بقول لك هو خلاص هو هينهي حياته على فكره في الليفر كده. اوكي خلاص ما هو مضى في الليفر. كان نفسي انا يطلع اي دوله اوروبيه بقى انا او دوله عربيه، انا خلصت بقى فاهم. لما تتقل لما يعتزل اكيد يعملوا فيديو برومو من اول مسيرته الاخيره المفروض. ما انا عارف ان الماتيريال عايز ايه. طيب شغل ايه؟ مع مين؟ طيب انا اعرف احمد عباسط، هو مدير الاعداد بتاع كل. طيب مين اللي جايب لك الشغل؟ خش يا حلوه جوه، خش جوه خالص. طب انت عايز ايه؟ قول لي انا اعمله لك. ماشي. لا اصل انا كنت عايز انا اعرف، انا بقول لك شغال اصلا. انا اعرف مراسلين استنى يا زيزو، استنى في والله. CBC مع مين طيب؟ يلا يا حلوه. ايوه مع مين؟ قناه ايه؟ يعني برنامج ايه؟ لا انا بص، انا حاجات الرياضيه البرامج كلها اي حد انت عايز فيها حاجه انا مفيش مشاكل، ممكن اوصلك يعني فاهم. انا اللي كان بيكلمني دلوقتي اسلام صالح، ده هو عامل برنامج في النهار، كان لسه بتكلم بقى لي ربع ساعه بتكلم انا وهو دلوقتي فاهمني. لكن انا اقول لك هو قال لي يعني كده، بس قلت له طب هات لي التفاصيل. طيب قول لي مين CBC بقى. انا كمان لسه كنت بحكي لوهاب، انا كان قبل الكورونا كان لهم برنامج رياضي والدوري كان بيتذاع عندهم. ايمن ده كان مدير الانتاج، كنت انا عرضت عليه حاجات محمد صلاح وقال لي حاجات بتقدر مليون و200,000 قبل ساعه الكورونا. لما حصلت الكورونا الدنيا كلها وقفت، كنت انا هبيع الماتيريال. انا عندي صلاح هو 15 سنه فاهم، كنت هبيع الماتيريال دي ايه. بس انا عندي رمضان صبحي وتريزيجيه وكهربا هم لسه 8 سنين. انت اكيد صورت لي في الناشئين. انت كنت في ناشئين مين؟ لعبت في كونا ولعبت في شريات دخان. شريات دخان مع مين طيب؟ انا كنت ماسك ماتيريال شريات دخان كله. انا كنت بلعب ايام ما عبد الحليم علي كان بيلعب في الشرقيه، تخيل بقى. وانا ده زمان قوي انا لعبت في الشرقيه. لا بس فضلت لغايه امتى بقى؟ لغايه ما طلعوا الدوري العام ومشيت سبته. انا رحت هناك ايام مين طيب؟ وانت كان مين وانا عاوز 4-5 سنين. عارف محمود الشناوي بتاع الزمالك؟ اه ده كان بيلعب معايا في نفس الفرقه. انا وهو كنت ما كنتش
الشناوي اللي هو لسه طالع ده. ايوه ايوه انا وهو كنا نفس الفرقه، يعني انا كنت انا ايوه. وهو مين كنا مع مين بعض. كان معاك مدير فني؟ شاكر. كابتن شاكر. اه كابتن شاكر انا بقى بصوره في الشباب الدخان ولاعب. عارف كابتن شاكر؟ طبعا. كان معايا كابتن شاكر، وبعد كده لما في الجونه كان معايا مدرب الحراس عبد ربه. مش عارف عبد ربه ولا لا. عبد ربه اللي كان انا ما اعرفش في الجونه انا محمد مصطفى. عبد ربه كان ماسك اسماعيلي من سنتين فريق اول، بعد كده راح فاركو. عبد ربه بقاله سنتين 3 بيلف. انا ماسك الجونه شغلها محمد مصطفى اللي معايا. عارف محمد مصطفى؟ ما اعرفش محمد. ده رئيس القطاع. ما اعرفش، ممكن يكون مؤخرا بقى. واحمد تامر اللي هو الجون بتاع البنك الاهلي دلوقتي اللي هو الناشئ ده. كل دي كانوا معايا في الفرقه، بس انا بطلت بقى ودخلت اتجاه التصوير. لا انا من زمان، بس انت المجال اللي انت بتتكلم عليه كل المنطقه دي لو رحت قلت في الشرقيه او في الجونه ناصر، شوف اقول لك ايه. عشان كده لك اكيد صورتني في الملعب. عشان انا بقالي 40 سنه من 86. بقول لك عبد الحليم علي كان بيلعب معايا في الشباب الدخان وانا ضد الزمالك. بقالي فترة بقى اتجهت زي ما بقول لك للتصوير، بقيت صورت بطولة زد اللي هي كانت في رمضان. بقيت بصور حاجات كده. انا بطلت كورة عشان ايه يا اتش؟ بطلت يعني؟ بحبك انت، فاهمني انت. ماشي يا اتش. مش عارف دول ايه اللي جايبهم هنا دول، مش عارف. صغيرين كمان. بس الولد اللي ماشي في شنطه كأن فيه معدات، يعني معاه كاميرات ايه ضاربها الزمن. ها ثلاثة كده. عشان كده قلت انا جبته في الاخر على فكره، اقول لك انا بص اهو على هو الفيديو عندي لسه الفرقة دي ماشي عشان سننا صغير انت. لكن انا مش شايف كده. صورت الجون، صورت يعني بس الثانية انا عايز اقول لك حاجه، ان هم سنهم صغير، بس انا لغايه دلوقتي برضك مش شايف كوره. صور كم شكل. ماشي يا بيه. يا دي تمام. لا انا زي ما انت، مفيش مشاكل خالص.
الملعب بسرعه. معلش معلش معلش. ماشي الكورة. هات 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 هات. جول جول. مش حلوة. سيبه في الاوفسايد. يا ابني ماشي يا بدوي بدوي بدوي. يقول لي يا راهن، قلت له تعالى طب اطلع، عارف بيقول لي جنيه منك ومليون جنيه، مليون منك وجنيه مني. قلت له نعم. ما قلت له اطلع. ها حاضر تعالى هنا. قال جنيه منه ومليون مني انا. ها ايه يا كوتش؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ ممكن ما تستعجلش. يلا يا كوتش، مين اللي هينزل؟ انت على اللي جوه. محدش يستعجل. ايه؟ ايه؟ اللي طالع دلوقتي؟ بس. عامل ايه؟ احنا هنا خدنا ايه؟ اوعى تسمع. نسيت والله. نسيت والله. انت قلت لي كده. انت قلت لي. والله ما جيت. يا صابونتو. قلت لي كده. اطلع عزيزو اطلع. يلا واحد وقع يا هشام. يلا وانا لا لا بسرعه بسرعه عشان مش واضح والله. اهو اي خدمه. جايب لك الساعه بتاعك مخصوص.
مفيش مشكلة يلا ده دي عادي عادي عادي. ماشي كوره على اوعى تسمع اوعى تسمع معايا. ايوه كده ايوه كده برافو عليك. هاي هاي يلا باص بسرعه. ثلاثة على واحد. روح له روح له. ارجع بسرعة. صايد تيجي صايد. قرب الروح. كفر انت بدوي شويه. انا كل مره بنزل اسوي مره اتوقع انا علي
بعض روح روح. تاني يا علو تاني يا علو. بندق بندق محدش يتكلم. العب على الكورة بس. هقول له نو نو.
الجون طلع ازاي؟ اول فرد الثاني برضه كان كويس. هم يردوا جون بقى. بص هي دي الكوره. بص هم يردوا جون. اهدى ستويب خالص يلا ايه امشي ورا شويه ولا سيبها بدأ هيلعب كل واحد يقوم رامي نفسه يجي في جون يقول لك الحكم حكم. اكتشف شفت كتير قوي من الحاجات دي. يوه كتير يوه. بس دي في الرسم بيخافوا يعملوا كده عشان هيطرد ويطلع بره غصب عنه وهيحط لسانه في بقه. لكن في الحاجات الوديه فاهم؟ غير كده تتسلوا قدام الناس بعد كده حد يجي يرمي. لا هو محدش يقدر يعمل كده في الرسم. خلي بالك الدوريات كلها اللي انا بشتغل فيها رسم محدش يقدر يتكلم كده. هو خلاص ده الشوط ده كده خلاص. يا باسم كلمت الراجل يا باسم؟ ها؟ بتاع كريم. اه قلت له لسه برضه. لسه بقى يعني ينفع كده اكلم حازم؟ ده حازم هيفوجئ يقول لي ازاي ده كله؟ ده من ساعة ما بدأنا ده النهارده ده رابع يوم. ها؟ قلت له والله تعرف كده كام؟ 16 مباراة. اكلم حازم ولا خلاص هتخلص الموضوع انت؟ ايه؟